بيبيع جماجم وأعضاء بشرية داخل الجامعة وبيقدمها كأنها أدوات دراسة لطلاب الطب، بس الحقيقة قصة أكبر من هيك بكتير. ومين وراء هالجرائم؟ رجل واحد ولا عصابة كاملة؟ رح أخذك لجريمة تقلب معدتك، بس ما رح تقدر تطلع من الفيديو قبل ما تخلص. بطل قصتنا، أو خلينا نقول الوحش، محمد آدم عمر إسحاق، سوداني الجنسية، عمره 52 سنة، طويل، أسمر، شعر مجعد، رياضي، وبيلعب ملاكمة كمان، يعني شكله لحاله فيلم رعب. كان يشتغل بمشرحة بجامعة درمان بالخرطوم بالسودان، وكمان كان يغسل موتى. طفولته كانت مأساة كاملة. بعمر 7 سنين اغتصبت محمد آدم قدام عيونه، ولما عرف أبوه بالاغتصاب وعرف الشخص اللي اغتصبه انتقم بطريقة وحشية جدا. ذبح المغتصب كأنه شي خروف من خواريفه، وقطعه لأجزاء صغيرة ودفنه بحظيرة المواشي تبع البيت. المشهد انحفر بعقل محمد وترك أثر أبشع من الجريمة نفسها. كبر محمد آدم وتزوج، وزوجته وكل اللي حواليه قالوا عنه إنه إنسان طبيعي حنون ومتدين، يعني ما في شيء غريب. سنة 1995 محمد انتقل من السودان ليشتغل، وقدم على شغل بمشرحة كلية الطب بجامعة صنعاء باليمن، وتم قبوله على الفور كونه عنده خبرة بهالمجال بالإضافة لشهادة دبلوم بالتشريح. وصار معروف بكلية الطب، كون صداقات مع الطلاب، بس مو صداقات عادية، صداقات بمنافع متبادلة، لأنه محمد كان عنده بزنس خاص وناجح من قلب المشرحة مقابل رشاوي. كان يعطي الطلاب نماذج بشرية مثل جماجم وعظام وأعضاء وهالقصص ليدرسوا عليها الطلاب ويتدربوا كونهم طلاب طب، يعني مقابل مصاري، أو يبيعون محاضرات إذا غابوا. بس طبعا كان الموضوع سري وبدون علم إدارة الجامعة، لهيك كانوا يغروا بالمصاري. رح تقلي طيب وين الغريب بالموضوع؟ حتى الرشوة ما شيء غريب. خليك معي. قصتنا بتبلش بشهر نيسان بال1999 لما أحد طالبات الطب بجامعة صنعاء واسمه حسن وعمره 24 سنة تأخرت بالرجعة على بيتها. طلع أبوها الحاج أحمد يدور على بنته الوحيدة اللي ما حدا بيعرف عنها أي شيء، ولأنه وسائل الاتصال بهديك الفترة كانت حكر على الأغنياء والعائلات الكبيرة فقط، كان التواصل مع حسن شبه مستحيل لأنه ما كان معه هاتف شخصي، كون عائلته من الطبقة الكادحة وأصحاب الدخل المتوسط. فراح الأب يسأل عنها بالجامعة عسى يعرف أي معلومة عن بنته. كل زملائه أكدوا للحاج أحمد إنه حسن حضرت كل محاضراتها وطلعت من الجامعة بوقتها المعتاد. طيب وين حسن؟ فكر الأب كتير قبل ما يلجأ للشرطة، لأنه معروف عند اليمنيين إنه السمعة والشرف من أهم الأشياء اللي مستحيل أي يمني يفرط فيها. بس غريزة الأبوة كانت أقوى من التقاليد، وكمان كان عنده ثقة إنه حسن مستحيل تتصرف أي تصرف طائش. وفعلا راح قدم بلاغ لقسم الشرطة، بس للأسف ما تجاوبوا معه بشكل جدي، وطلبوا منه ينتظر 24 ساعة على الأقل ليقدر يقدم بلاغ بالاختفاء حسب القوانين. الحاج أحمد ما نام الليل من شدة قلقه وخوفه على بنته الوحيدة، وطلع مع طلعة الصبح ليدور على بنته، بس آخر شيء عجز لأنه الكل بالجامعة خبروه إنه حسن من آخر يوم طلعت من الجامعة ما عاد حدا شافه، وأخباره انقطعت عن الجميع. مرت أيام وأيام والحاج أحمد عم يدور على بنته بدون أي جدوى. بعد فترة قصيرة أصيب بجلطة قلبية أنهت حياته وأنهت القصة. دارت الأيام وانطوت قصة حسن ونسيوها الناس تماما. وبشهر كانون الأول من نفس السنة أو 1999 ترجع قصة حسن للواجهة. أم عراقية قدمت شكوى لقسم الشرطة باختفاء بنتها زينب اللي عمرها 23 سنة، اللي كانت كمان طالبة سنة أولى بكلية الطب بجامعة صنعاء. ولما سألها الضابط إذا كان تم التواصل قبل الاختفاء مباشرة، قالت الأم إنه بنتها تواصلت معها بنفس اليوم الظهر من هاتفها الشخصي، وآخر شيء قالت لها إياه بالحرف الواحد إنها داخلة على قاعة التشريح أو المشرحة لتراجع شوية شغلات قبل الاختبار. وحتى إنه أحد زميلات زينب أكدت لها إنه شافتها فايتة على المشرحة، وبعدها اختفت زينب كليا، لأنه المختفية بنت من بنات الجاليات العربية باليمن. مباشرة تحركت قوة عسكرية من قسم الشرطة إلى جامعة صنعاء، وتحديدا إلى المشرحة، آخر مكان شافوا فيه زينب قبل ما تختفي. وتم استدعاء محمد آدم للتحقيق اللي كان وقت المسؤول المباشر عن المشرحة، وأكد إنه ما شاف زينب أبدا بهداك اليوم. بس أم زينب أصرت إنه محمد بيعرف شيء ومخبيه لسببين. الأول إنه كان في مشاكل بين زينب ومحمد لأنه طلب منها رشوة كبيرة ليساعدها بالحصول على تسريبات لأحد الاختبارات بالجامعة. وبوقتها أم زينب قدمت فيه بلاغ للجامعة، والجامعة قامت بطرده من العمل، بس بعد فترة رجعوه بحجة عدم وجود بديل لمحمد. والسبب الثاني إنه واحدة من صديقات زينب المقربين قالت لأم زينب إنه زينب قالت له إذا صار لي شيء سألوا محمد آدم.
وبعد تحقيق مطول ومضني مع محمد اللي ما وصلوا فيه لأي نتيجة، قرروا المحققين يقوموا بخطة محكمة على أمل يعترف بأي شيء ممكن يوصلهم لزينب. وتم إدخال 2 من عناصر الشرطة لزنزانة معينة، وأدخلوا معهم كمية من الخمور لأنه بيعرفوا بإدمان محمد على الكحول، وبعدها تم إدخاله معهم لنفس الزنزانة، ودخل معهم بأحاديث وحوارات على أساس إنهم مساجين طبعا، وأقنعوه يشرب كحول معهم. ولما شرب وفقد السيطرة على نفسه استدرجوه وبلش يحكي. زينب بهداك اليوم فعلا فاتت على المشرحة لتاخذ جمجمة بلاستيكية، واستدرجها محمد لداخل المشرحة واغتصبها وقتلها وقطع جثتها وحط أجزاء من الجثة داخل مرطبانات زجاجية كبيرة، وخلاهم بالمشرحة على أساس إنه جزء من الأعضاء الموجودة بالمشرحة اللي بيدرسوا وبيتدربوا عليها الطلاب. يعني تخيلوا طلاب كانوا عم يتدربوا بقطع من صديقتهم وهن مو عرفانين. وهون بتاريخ 10/5/2000 توجهت الشرطة فوراً على المشرحة، أو خلينا نقول على المسلخ البشري، وأثناء البحث وجدوا أشياء أبشع من إنه يتخيل أي إنسان: رؤوس بشرية محفوظة بأوعية زجاجية وبقايا أشلاء بشرية، ووجدوا 21 جثة مدفونة حول الحرم الجامعي، بيناتهم 8 طالبات من ضمنهم حسن وزينب، والباقي من برا الجامعة، يعني ناس ما إلهم أي شغل بالجامعة. ووجدوا جثتين مشوهتين لطالبتين داخل الحرم الجامعي، وتم العثور على بقايا 8 جثث بثلاجات المشرحة. واعترف كمان إنه كان يغتصبهم ويستولي على ذهبهم ومجوهراتهم ويبيعهم، بس مو لحاله، بمساعدة عشيقته ياسمين اللي كانت كمان واحدة من ضحايا، بسبب خلاف نشب بيناتهم على حصة ياسمين من الغنائم، وقتلها. بس ما وقف هون، طلع الجنين اللي ببطنها لأنه ياسمين كانت حامل منه. مفكرين خلصت الصدمات؟ لا، لسه ما بلشنا. محمد مو بس كان ياخد أجزاء من الجثث المقطعة ويحتفظ فيها بالمرطبانات، كمان كان ياخد عظام من بعض الجثث ويحتفظ فيهم، يجمعهم كجوائز. يعني كيف في هواية جمع الطوابع، هو كان يجمع أعضام. وبعض الجثث كان يطحنهم بآلة فرم موجودة بالمشرحة بكلية الطب، وباقي القطع كان يدوبهم. كان يدوبهم. محمد آدم كان مخترع خليط كيميائي قوي جدا لدرجة إنه كان يدوب اللحم والعظم كأنهم قطعة ثلج، وبعض البواقي كان يتخلص منها بالصرف الصحي بعد ما يدوبها. واعترف كمان بقتل طالبات بجامعة درمان بالخرطوم قبل ما ينتقل لليمن. بس جاهزين للصدمة الكبرى؟ محمد آدم اعترف ببيع بعض الأجزاء البشرية لشبكة دولية للإتجار بالبشر، واعترف كمان إنه كان يدفن بعض الضحايا للمقبرة الخاصة بالجامعة. طيب كيف ما حدا حس عليه؟ رح أقول لك أنا كيف. محمد آدم كان مفهم المسؤولين بالجامعة إنه عنده أجزاء بشرية بالمشرحة صارت غير صالحة للدراسة، وإنه ما بصير نكبهم بالزبالة ولازم ندفنهم بطريقة لائقة. شوفوا شو محترم، شوفوا كمية التخطيط والدقة بكل خطوة. واعترف كمان إنه أول ضحية له كانت بنت صومالية قتلها بالمشرحة بعد ما اغتصبها وقطع راسها وسلخ جلدها، وبعدين دوبها بالمحلول الكيميائي ليمحي كل آثار جريمته، يعني ما ترك شي بنفسه. الغريب إنه أثناء التحقيق مع محمد آدم كان في كتير تناقضات باعترافاته، لأنه ذكر أسماء بنات ما قتلهم، وكمان أسماء بنات غير موجودين بسجلات الجامعة من بداية استلامه للعمل بالمشرحة لغاية ما تم القبض عليه، رغم إنه أكد إنهم موجودين بالجامعة. والمحققين قالوا إنه كان غير متزن وغير طبيعي، وإنه كان عم يحكي بطريقة عم يهول جدا بوصف جرائمه، وكأنه قاعد عم يحكي قصة فيلم لرفقاته مو جرائم ارتكبها. بجلسة المحكمة اعترف محمد بقتل واغتصاب 16 طالبة بجامعة صنعاء باليمن و11 بنت بجامعة درمان بالخرطوم، واعترف إنه ارتكب جرائمه بدافع الانتقام. بس الانتقام من شو؟ من مين؟ يعني اللي اغتصب أمه رجال، واللي قتل وقطع الرجل المغتصب قدامه كمان رجال، يعني إذا بدك تنتقم انتقم من الرجال. بقفص الاتهام بالمحكمة كان قاعد هادي وعادي وكأنه ما في شيء، وحواليه كان في حراسة مشددة مكونة من 7 رجال من الأمن. محامي المتهم وبعض من أهالي الضحايا وكتير ناس تانية شككوا بقدرة محمد آدم على ارتكابه هالجرائم كلها هي لحاله، وقالوا إنه أكيد كان معه حدا عم بيساعده. طلبوا إعادة التحقيقات بالقضية، لكن رئيس المحكمة رفض الطلب رفض قطعي، خصوصا بعد اعتراف محمد آدم بنفسه. بس سلسلة الاعترافات ما خلصت، لأنه محمد آدم قال إنه كان مصور بعض الجرائم على أشرطة فيديو قديمة. تذكرتوها لأشرطة الفيديو القديمة الكبيرة قبل الكاميرات المتطورة والموبايل، اللي كانوا العالم يسجلوا عليها مباريات أو أفلام وتقدر تسجل فوقها عادي. والمصيبة إنه أشرطة الفيديو كان مسجل ببدايتها محاضرات دينية، ومحمد سجل فوق الجرائم من باب التمويه، يعني لأنه لما تشغل الشريط بيطلع لك محاضرة دينية بالبداية، وبس تقدم منيح بالشريط بيطلعوا الجرائم. خلينا مكملين بسلسلة الاعترافات.
بالجلسة الثانية من المحاكمة ادعى محمد أنه ما ارتكب هاي الجرائم لحاله، وأنه بعد الضحية العاشرة صار ينسق مع طبيبين عراقيين وطبيب يمني للاستفادة من أعضاء الجثث ليتاجروا فيهم طبعا، وحتى أنه ذكر أسماء الأطباء الثلاثة ولكنهم أنكروا التهم الموجهة إلهم من ضمن الاعترافات المتعلقة فيهم. وقال أنه لما كان بده يستقبل ضحية جديدة كان يتواصل معهم ليجهزوا غرفة عمليات خاصة طبعا لياخذوا أعضاء من جثث الضحايا بحيث ما تتأذى وما عاد تنباع معهم. وادعى أنه أحد الأطباء العراقيين كان يعطيه المادة المخدرة والطبيب الثاني هو اللي ياخذ العضو، كلية، طحال، عين، كبد إلى آخره حسب شو المطلوب بالسوق يعني. وكانت أكثر الأعضاء المطلوبة هي الطحال والكلى، وكانت أسعارهم تتراوح بين 30 ل 50 ألف ريال يمني، أي ما يعادل تقريبا 200 ل 350 دولار أمريكي بهديك الفترة. بس الغريب أنه النيابة ما أخذت بأقواله عن الأطباء لأنه ما كان عنده أي إثباتات لإدانتهم أو إثبات لهي الادعاءات غير رسالة كاتبة أحد الأطباء العراقيين لمحمد آدم، وقال إنه موجودة بالمشرحة ومكتوبة بخط إيده. وطبعا الشرطة رجعت على المشرحة وفتشوها بس ما لقوا شيء، لهيك ما كملوا التحقيق بخصوص الأطباء. وأحد أخطر الاعترافات اللي أدلى فيها محمد آدم بهي الجلسة إنه لو ما انكشف وتم القبض عليه كان كمل بسلسلة جرائم. طيب جاهزين لأغرب وأبشع جزء من سلسلة الاعترافات؟ بس والله ما عاد أعرف أي اعتراف فيهم الأغرب. محمد آدم قال إنه بأحد الأيام بكلية الطب بصنعاء عمل معرض بالمشرحة. تعرفوا بكليات الطب بيعملوا أحيانا معارض للتعرف على أقسام من الجسم البشري وتشريحه، وبيروحوا عليه الطلبة والدكاترة إنه أي حدا حابب يتثقف بهذا المجال. المصيبة إنه المعرض اللي سواه كان عبارة عن مجموعة من الأجزاء البشرية وأغلبها كانت من ضحاياه، ومن بيناتهم الجنين اللي طالعوا من بطن عشيقته، تذكرتوه؟ والمصيبة إنه ما حدا سأله من وين جايبه أو من وين جايب هاي الأعضاء. طيب محمد أكيد ما نظم هذا المعرض لحاله، وإذا في حدا نظم معه معقول ما حس إنه في شيء غريب، ولا لأنه هي أصلا مشرحة وهي الشغلات بالأصل بتكون موجودة بالمشرحة فما شك بشيء. بالجلسة الأخيرة صدر الحكم على المتهم محمد آدم عمر إسحاق بالإعدام رميا بالرصاص، وصادق الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على القرار رسميا. وأثناء المحاكمة أدلى المتهم محمد آدم بأقوال مثيرة للجدل، مثل إنه ما كان يقدر يقاوم، قصده جمال النساء، وإنه كان في شيء يدفعني للقتل، وإنه دافعه كان إرسالهم للجنة. وذكر كمان لصحفية يابانية كانت موجودة مع الصحفيين ووسائل الإعلام اللي كانت عم بتغطي الحدث إنه النساء الجميلات مثلكم ما لازم يسمحوا لهم يعيشوا. وبنهاية الجلسة ألزمت المحكمة جامعة صنعاء بدفع تعويض قدره 10 مليون ريال يمني لأسر الضحايا مع توجيه تهمة الإهمال لمسؤولي الكلية. تم تنفيذ حكم الإعدام بتاريخ 20 تموز 2001 داخل حرم الجامعة، بس بعد تنفيذ عقوبة الجلد 80 جلدة بتهمة تناول الخمور. وبعدها أطلق عليه رجال الإعدام 5 رصاصات بالقلب. وفقا للإعلام والصحف حضر آلاف اليمنيين وأسر الضحايا طبعا. وبالنسبة لضحايا بالسودان ما في أي معلومات بتأكد إجراء تحقيقات مشابهة بالسودان فيما يخص جرائم محمد آدم. وبالعموم تقدمت القضية على أنها تصرف فردي لمواطن سوداني بالخارج. فكرين قصتنا خلصت؟ لا، بعد مرور فترة وبعد ما نسيوا الناس قصة محمد آدم أو سفاح الطالبات، ظهرت الكاتبة والدكتورة السودانية مها حسن اللي عملت لفترة في جامعة صنعاء بقسم الكيمياء، وبسبب طبيعة شغلها كانت تلتقي دائما بمحمد آدم وبقية زملاء السودانيين بالجامعة. وظهرت لتنشر مقال في عدة صحف يمنية معارضة وعدة مواقع ومنتديات عربية ويمنية وغيرها. واحد من أشهر هاي المنتديات هو المنتدى اليمني. كتبت بهذا المقال كلام كبير بخوف كتير، رح أقلكن إياه بالمختصر. كتبت الدكتورة مها إنه كان في صحفية سودانية عايشة باليمن اسمها عايدة، وإنه هاي الصحفية وصلت لتحقيقات مخفية من داخل محاكمة محمد آدم. هاي التحقيقات تثبت إنه محمد آدم كان فقط كبش فداء لعصابة كبيرة يقودها رجال كبار بالدولة بهديك الفترة، لكن الأمن اليمني ألقى القبض على الصحفية عايدة وتم ترحيلها من اليمن خلال 48 ساعة بالضبط بدون أي سبب. وأكدت الدكتورة مها بمقالتها أنه وكيل النيابة اللي كان موجود بالمحاكمة أكد على وجود 15 شخصية كبيرة متورطة بهي الجرائم، وذكر أسماء محمد آدم بالحرف الواحد. ووكيل النيابة وقتها طالب بعدم اتخاذ أي قرار حتى يتم استدعاء كل المتهمين بالقضية. لكن المفاجأة بحسب المصادر أنه تم إصدار الحكم بحق محمد آدم، وتم تنفيذ الحكم بسرعة كبيرة وبمكان مخفي داخل الجامعة نفسها. من الكلام اللي نشرته الدكتورة مها بمقالتها واللي أكده الإعلام اليمني بعدين أنه حدثت محاولة لتفجير القاعة اللي تمت فيها محاكمة محمد آدم، الهدف منها إنهاء حياته، لأنه بالمحاكمة اللي قبلها ذكر مجموعة أسماء لكن تم إسكاته ومنعه من التحدث. ومشان ما يحكي بقية أسماء العصابة حاولوا تفجير القاعة باللي فيها، لكن كانت محاولة فاشلة لأنه الانفجار صار بعيد عن القاعة. ولكن الصحف ذكرت إنه سبب الانفجار كان ماس كهربائي بسبب الأمطار اللي كانت وقتها. أكيد عم تسأل حالك نفس الأسئلة اللي سألتها لحالي واللي ما لقيت لها جواب للأسف. ليش ما تم التحقيق
مع الأسماء اللي ذكرها محمد آدم بالمحكمة؟ وهل فعلا كان في عصابة لتجارة الأعضاء؟ وكيف كان يطلب محمد آدم المواد الكيميائية، مواد التحنيط ومواد التخدير بهالكميات الكبيرة اللي أكيد كانت تفوق حاجة قسم التشريح بدون سؤال؟ مين اللي كان يوفر له هالكميات أصلا؟ وين المسؤولين عن المشرحة؟ وليش كانوا تاركين محمد آدم يسرح ويمرح فيها بدون رقيب ولا حسيب؟ لكن السؤال الأهم، هل فعلا محمد آدم كان كبش فداء لعصابة وشبكة كبيرة وقذرة من تجار البشر؟ وهذا اللي بيقوله العقل والمنطق، لأنه مستحيل يكون قدر يرتكب هالكم الهائل من الجرائم لحاله. أم فعلا محمد آدم كان الوحش الحقيقي وراء هاي الجرائم بعد ما سيطرت على غريزته ودوافعه بأقل ما يقال عنه مريضة؟ شاركوني رأيكم بالجريمة بالتعليقات، وإذا عجبكم المحتوى شاركوه واشتركوا بالقناة وحطوا لايك، وإذا بتحبوا الجرائم والغموض مثلي فعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد من المحضر. كنت معكم أنا لارا، ورح كون على طول بالمحضر 13.